عمرك وقفت قدام المراية وسألت نفسك هو ليه ما عملت مش حاسس بالسعادة؟ الغريب إن سر السعادة مش محتاج فلوس ولا سفر، هما 3 حاجات بس، لو جربتهم هتحس إن قلبك اتغير 180 درجة. طب ما تيجي نعرف هو ليه الإنسان مش بيحس بالسعادة؟ كتير مننا بيفتكر إن السعادة مرتبطة بحاجة كبيرة بره نفسه، يعني لو جبت فلوس كتير أو سافرت بلد حلوة أو حتى اتجوزت أو ركبت عربية جديدة، ساعتها هتكون مبسوط فعلا، بس الحقيقة أول ما توصل للحاجات دي بتحس بفرحة مؤقتة، وبعدين ترجع لنفس النقطة. أنا مش مبسوط زي ما كنت متخيل. طب ليه؟ لأن القلب بيتعود بسرعة. أي حاجة مادية مهما كانت غالية بيجي لحظة وبتفقد بركة. اللي كان حلم حياتك من كام سنة ممكن دلوقتي يكون عادي بالنسبة لك، بس بتيجي بعد كده وتدور على حاجة أكبر. تفضل في دايرة مفرغة، تجري وتحقق وتنبسط لحظة معينة وتيجي ترجع لنفس الفراغ تاني. وعشان كده بنشوف ناس معاهم كل حاجة، فلوس وسفر وعربيات، بس دايما بيجوا قدام المراية ويقولوا أنا مش سعيد، لأن السعادة مش مرتبطة باللي بره، دي حاجة جوه القلب. لو القلب بعيد عن ربنا ومش حاسس بالرضا مش هيحس بالسعادة، ولا عمرك هتحس بالراحة حتى لو الدنيا كلها بين إيديك. نيجي لأول مفتاح السعادة وهو الشكر. أول طريق للسعادة هو إنك تعيش بقلب شاكر. يمكن الكلمة تبان عادية، كلنا عارفين يعني إيه الحمد لله، بس قليل اللي بيحس بيها بجد. يعني مثلا لما تصحى من النوم وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. عمرك فكرت إن أنت وأنت نايم ممكن ما تصحاش؟ مجرد إنك فتحت عينك فدي نعمة. النفس اللي داخل وطالع وأنت مش واخد بالك منه لو وقف حياتك كلها تنتهي. الشكر مش لازم يكون على الحاجات الكبيرة زي نجاح أو وظيفة أو فلوس. الشكر بيبدأ من الحاجات الصغيرة اللي احنا شايفينها بديهية، زي كوباية مية وانت عطشان، أو لقمة سخنة على سفرة، أو حتى سرير ترتاح عليه بعد يوم طويل. لما تبدأ تلاحظ التفاصيل الصغيرة دي وتقول الحمد لله من قلبك هتلقى حياتك كلها اتغيرت. ربنا سبحانه وتعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني مش بس هيديك نفس شعور الرضا، ده هيزودك من النعمة نفسها. تخيل انك تشكر ربنا على الصحة فتلاقي صحتك بتثبت، او تشكره على رزق قليل فتلقى رزقك بيوسع، او حتى تشكره على راحة بسيطة فتلاقي قلبك مطمئن. خلينا نديك مثال بسيط. في يوم طبيعي ممكن شخصين يعيشوا نفس اللحظة. واحد راجع من شغله ماسك كوباية شاي وبيشربها وهو قرفان ومش طايق نفسه، والتاني ماسك نفس كوباية الشاي بس قبل ما يشربها قال الحمد لله على هذه النعمة. الشخص التاني ده حس بالراحة، حس بالنعمة اللي ربنا مديها له. الفرق بينهم مش كوباية الشاي، الفرق إن في قلب شاكر. الشكر يا صديقي مش مجرد كلمة، الشكر أسلوب حياة. كل مرة تبص حواليك وتقول الحمد لله على هذه النعمة هتلاقي ربنا بيرزقك راحة بال ما تتقدرش بتمن. ساعتها هتفهم إن السعادة مش مرتبطة باللي ناقص، السعادة بتبدأ من إنك تعيش حاضر وممتن باللي بين إيديك. طبعا لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك. وهنا ندخل على تاني مفتاح، الذكر والصلاة. تاني سر للسعادة هو إن قلبك يفضل متصل بربنا، ودي حاجة ناس كتير شايفين إنها صعبة، قيام ليل طويل وساعات طويلة في الصلاة، مع إن السر في الموضوع ركعتين بخشوع وذكر خفيف طول اليوم هيغيروا مزاجك وحياتك كلها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية دي مش مجرد كلام بيتقال في خطبة جمعة، ده وعد من ربنا. قلبك اللي مليان قلق وتوتر وضغط عمره ما هيتهدي إلا بذكر الله. خد مثال، تخيل إنك راجع من يوم شغل متعب فتدخل أوضتك وتصلي ركعتين. الركعتين دول مش بياخدوا 5 دقايق، بس وأنت ساجد هتقول يا رب فرج همي. هتقوم من الصلاة هتحس إن في حمل اتشال من فوق صدرك، حتى لو المشاكل لسه موجودة هتلاقي قلبك بيتعامل معاها بشكل مختلف. برضه الأفكار اليومية جمل صغيرة بس هي مفعول السحر. كلمة زي لا حول ولا قوة إلا بالله، لما بتقولها وتفكر فيها تحس إنك ضعيف لوحدك بس قوي بربنا. أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تخيل ثواب عظيم زي ده ومعاه راحة نفسية بتدخل قلبك من غير ما تحس، وحسنات بتتكتب. في ناس بتفتكر إن الذكر معناه تكرار ميكانيكي من غير ما تحس، لكن السر الحقيقي في إنك تستحضر المعنى. لما تقول سبحان الله اقف كده وفكر سبحانك يا رب على إبداعك للكون ده. ولما تقول الحمد لله افتكر النعم اللي في حياتك. ولما تقول الله أكبر افتكر إن ربنا أكبر من مشاكلك وهمومك. صدقني يا صديقي يومك كله هيتغير لو خصصت 10 دقايق بس للذكر والصلاة. هتلاقي القلق بيخف وتفكيرك بيصفى وردود أفعالك بتهدى، لأن ببساطة لما توصل روحك بربنا هتلاقي السعادة اللي كل الناس بتدور عليها. ونيجي لتالت مفتاح للسعادة، الإحسان للناس. تالت سر للسعادة إنك تخرج بره نفسك وتبص اللي حواليك. الإنسان اللي مركز على مشاكله وهمومه بس عمره ما هيلاقي راحة، لكن أول ما تبدأ تحس بالناس وتعمل خير حتى لو بسيط هتلاقي ربنا بيرمي في قلبك فرحة وسكينة ما تتوصفش. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. شايف المعنى؟ مش أكتر واحد غني ولا عنده متابعين ولا مشهور، لا، أحب الناس إلى ربنا هو اللي بينفع الناس. ممكن تفتكر إن الإحسان محتاج مجهود أو فلوس كتير، لكن الحقيقة إن أبسط التصرفات بتفتح لك باب سعادة كبير. ممكن تبقى مكالمة تسأل فيها على صاحبك اللي مختفي، أو تضحك في وش حد متضايق، او كلمه طيبه لحد قلبه موجوع، او حتى مساعده صغيره زي انك تشيل عن حد شنطه تقيله او تفسح له مكان في طابور. دي كلها حاجات شكلها عادي بس بتفرق جدا. خلينا نديك مثال.
في مره تلاقي نفسك واقف في المواصلات والدنيا زحمه وجنبك راجل كبير تعبان، اول ما تقوم وتديله مكان هتحس براحه غريبه في قلبك. هو ممكن يقول لك كلمه شكرا او ممكن ما يقولش خالص، بس السعاده اللي هتجيلك مش جايه منه، هي جايه من ربنا، لانك ببساطه عملت خير من غير ما تستنى مقابل. ربنا سبحانه وتعالى وعد، ألا جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني أي خير تطلعه لغيرك ربنا بيرجعه لك أضعاف، ومش شرط يكون مال، ممكن تكون راحة نفسية أو تفريج هم أو سعادة في قلبك من غير ما تحس. السعادة الحقيقية مش اللي تاخده من الدنيا، السعادة الحقيقية في اللي تديه. لما تبقى سبب في ضحكة حد أو راحة قلبه أو حتى لحظة في إنه ينسى همه، ربنا بيكافئك إن قلبك نفسه بيتملي بالرضا، وده سر عمره ما هتلاقيه في فلوس ولا شهرة، بس هتلاقيه في كلمة طيبة ويد حنونة وخدمة لوجه الله. لو بصينا على المفاتيح الثلاثة اللي هم الشكر والذكر والصلاة والإحسان، هنلاقي إن هم مش جمل عابرة، دي أوامر ربانية، هو مفاتيح سعادة مذكورة في القرآن والسنة، وربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني زيادة في النعمة وزيادة في الرضا، ودي أول خطوة للقلب السعيد. وفي الذكر ربنا بيأكد والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة اللي كل واحد بيدور عليها مش هتلاقيها في غير ذكر الله. أما الإحسان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وكمان قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني حتى أبسط فعل خير ممكن يكون سبب في إنك تدخل الجنة. شوف الجمال، الثلاثة مترابطين، لما تشكر ربنا يزيدك، ولما تذكره ربنا بيطمن قلبك، ولما تحسن الناس هو يحسن إليك، والنتيجة سعادة مش بتأثر بظروف الدنيا لأنها جاية من مصدرها الحقيقي، جايه من ربنا. تخيل كده يومك بالمفاتيح الثلاثه دي، تصحى من نومك تقول الحمد لله بوعد، فتبدا يومك بطاقه رضا، تدي لنفسك 5 دقايق بس تصلي ركعتين وتقول كلمتين ذكر، فتلقى دماغك بقت اهدى وكمان همومك اخف. وفي نص اليوم تبعت رساله لصاحبك او تساعد حد بكلمه طيبه، فتلاقي سعاده دخلت قلبك من غير ما تحس. اليوم كله هيتحول من مجرد روتين مرهق ليوم مليان بركه وسكينه. وهنا تفهم ان السعاده مش رحله طويله لازم تسافر لها، السعاده حاله ربنا بيزرعها في قلبك لما تمشي على اوامره. احنا بنجري في الدنيا ورا حاجات كتير ونفتكر ان السعاده في اللي ناقصنا، لكن ربنا بيقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني مش بس بيرزقك ماديات، لا هو بيرزقك راحه نفسيه وبيرزقك في قلبك قبل جيبك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول عجبا لامر المؤمن ان امره له كله خير، ان اصابته سراء شكر فكان له خير، وان اصابته ضراء صبر فكان له خير. يعني المؤمن الحقيقي في كل حالاته سعيد، في النعمه شاكر وفي الابتلاء صابر، في كلتا الحالتين سعيد. فلو عايز توصل للسعاده اللي عمرها ما تخلص، ابدا بخطوات بسيطه، عين شاكره، لسان ذاكر، وقلب محسن، ومع كل يوم يمر هتكتشف ان السعاده مش بره ولا في اللي ناقصك، السعاده جواك وفي قربك من ربك وفي الخير اللي بتطلعه للناس. وما تنساش انا مصطفى وده كان تحت الميكروسكوب.